يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للمباراة القادمة في بطولة الدوري العام المصري، حيث سيخوض الفريق مباراة قوية مع نادي بيراميدز، وذلك بعد تحقيق الفريق فوزا كبيرا على طلائع الجيش ب4 أهداف دون مقابل. وسيلتقي الزمالك مع بيراميدز في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة بالدوري المصري الممتاز يوم الأحد القادم 11 ديسمبر في 7 مساء بتوقيت القاهرة، 8 بتوقيت السعودية وقطر، على استاد القاهرة الدولي. وستذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس. ويحتل نادي الزمالك المركز الثالث بجدول المسابقة برصيد 11 نقطة، بينما يتواجد بيراميدز في المركز الرابع بنفس عدد النقاط وبفارق الأهداف عن الزمالك. ويتفوق نادي الزمالك في المواجهات المباشرة بين الفريقين، حيث التقي الفريقين من قبل في 13 مباراة. تمكن الفارس الأبيض من الفوز في 9 مباريات والتعادل في 3 والخسارة مرة واحدة. وانتهت آخر مباراة جمعت بين الفريقين بفوز الزمالك ب3 أهداف نظيفة في الدوري المصري للموسم الماضي، الذي تمكن نادي الزمالك من حصد اللقب. وسيغيب محمد أشرف روقة لاعب وسط الفريق عن مواجهة الفريق القادمة أمام بيراميدز بعد حصوله على الإنذار الثالث في مباراة طلائع الجيش. ويسعى الجهاز الفني لنادي الزمالك لإعداد اللاعبين بدنيا ونفسيا للفوز في المباراة القادمة في ظل الصراع الذي بدأ مبكرا على اللقب بين الأهلي والزمالك وبيراميدز.